السلام عليكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا. في حلقة اليوم سنتحدث عن أحد أخطر جواسيس إسرائيل الذين عملوا داخل مصر، والذي تمكن على مدار 13 عاما من ممارسة التجسس والخيانة لصالح الموساد دون أن تكشفه أجهزة الدولة المصرية. لكن بعد القبض عليه تلقت المخابرات الإسرائيلية صدمة كبيرة، حيث تزامن توقيت القبض عليه مع القبض على مجموعة كبيرة من جواسيس الموساد داخل مصر وبعض الدول العربية، مما تسبب في فقدان الموساد لمعظم المصادر المهمة التي كانت تزودهم بمعلومات حيوية عن مصر وبقية الدول العربية. كما أن المخابرات المصرية تمكنت من زراعة العميل رافت الهجان في إسرائيل، فإن الموساد أيضا زرع الجاسوس نبيل النحاس في مصر. ولكن قبل أن نتناول تفاصيل القصة اليوم، لا تنسوا عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا بنا نبدأ. تبدأ القصة في عام 1936 عندما ولد الجاسوس نبيل النحاس في محافظة السويس. كان والد نبيل من أصل لبناني، هاجر من منطقة الشويفات في جنوب لبنان في أوائل الثلاثينيات، واستقر في السويس، حيث تزوج من سيدة مصرية وأنجب منها نبيل. كان نبيل شابا وسيما وجذابا، كما كان ذكيا ومتفوقا في دراسته. في وقت كان فيه القليل من المصريين يستطيعون مواصلة تعليمهم أو الحصول على دبلوم، تمكن نبيل النحاس من دخول كلية التجارة في جامعة القاهرة، وتخرج منها بتقدير جيد جدا في عام 1959. بفضل ذكائه وتفوقه، وبالرغم من صغر سنه، تم تعيين نبيل فور تخرجه سكرتيرا في منظمة تدعى منظمة الشعوب الأفرو آسيوية، والتي كان يرأسها في ذلك الوقت الأديب المصري يوسف السباعي. في تلك الفترة كان عمل نبيل في المنظمة هو كتابة محاضر الجلسات والمؤتمرات على الآلة الكاتبة، أي أن كل ما يحدث في أي اجتماع كان موثقا بواسطة نبيل. من خلال عمله في المنظمة توسعت علاقات نبيل النحاس بشكل كبير، وبدأ يتعرف على شخصيات مهمة من دول مختلفة. من بين هؤلاء كانت جوني روتي غوندا، وهي مراسلة صحفية من غينيا، كانت تعمل في وكالة أنباء عالمية. كانت جوني مسؤولة عن متابعة أخبار المنظمة، ونتيجة لذلك تطورت بينها وبين نبيل علاقة صداقة قوية، والتي تحولت بسرعة إلى علاقة محرمة. بدأ نبيل يغرق جوني بالهدايا والخروجات، حتى وصلت الأمور إلى حد أنه أفلس تماما، رغم أن راتب نبيل من المنظمة كان 100 جنيه، وهو مبلغ محترم جدا في عام 1959 مقارنة بالرواتب الأخرى التي كانت تتراوح بين 15 و20 جنيها. إلا أنه كان غير كاف لتلبية مطالب جوني. هذا الوضع جعل نبيل يعيش فترة من الاكتئاب والحزن، وهو ما دفعه للبحث عن طرق لزيادة دخله. عندما لاحظت جوني حالة نبيل، اقترحت عليه أن يأخذ إجازة بدون راتب من عمله في المنظمة، ووعدته بأنها ستوظفه كمراسل في وكالة الأنباء التي تعمل بها براتب مضاعف. لم يتردد نبيل في قبول العرض، وقدم طلبا للإجازة من عمله في المنظمة، ووافق على العمل مع جوني. كانت أول مهمة كلفته بها جوني هي السفر إلى المغرب، تحديداً إلى منطقة الصحراء المغربية، لتغطية الصراع بين المملكة المغربية وموريتانيا حول النفوذ على المنطقة الحدودية. وصل نبيل إلى الدار البيضاء، حيث نزل في فندق وقابل رجل أعمال يهودي من أصل مغربي. وعلى الرغم من أن اللقاء بدا كأنه صدفة، إلا أن نبيل تحدث مع رجل الأعمال عن سبب وجوده في المغرب، مما جعل الرجل يعرض مساعدته في دخول منطقة الريو دي أورو في الصحراء الغربية. أخبره الرجل اليهودي أن لديه أصدقاء في أقصى جنوب المغرب يمكنهم مساعدته في عبور وادي درعا للوصول إلى الحدود. سر نبيل جدا بهذا العرض، وشكر الرجل اليهودي بحرارة، الذي أكد له خلال اللقاء حبه لمصر والمصريين. في نهاية المقابلة دعا الرجل اليهودي نبيل لتناول الغداء في منزله، وهو ما لبى نبيل دعوته. عندما زار نبيل منزل الرجل اليهودي، اكتشف أنه فيلا فخمة جدا تقع في منطقة أزمور على نهر أم الربيع وساحل المحيط الأطلسي. تأثر نبيل بشدة بجمال المكان، ولكن ما جذب انتباهه أكثر كان مليكة، ابنة رجل الأعمال اليهودي المغربي. بمجرد أن رأى نبيل مليكة نسي كل شيء آخر، بما في ذلك
جوني ومهمته الأصلية. كانت ملكة رائعة الجمال، وسرعان ما لفتت انتباهه بشكل لا يمكن تجاهله. لم يشك نبيل للحظة واحدة في أن كل ما يحدث معه هو مجرد جزء من مخطط مدبر. مليكة التي كانت في الواقع صديقة جوني كانت جزءاً من خطة لجذب نبيل إلى شباك الموساد الإسرائيلي. كان هدفها هو إغواء نبيل وإغراقه في مشاكله المالية والعاطفية، وهو ما نجحت فيه. بدأ نبيل يقضي وقتاً أطول مع مليكة، يخرج معها ويشتري لها الهدايا حتى نفد المال الذي كان معه من مصر. كان عالقاً في بلد غريب ولا يعرف كيفية العودة إلى مصر أو كيفية التعامل مع الوضع الذي وضعته فيه مليكة. عندما أخبرته مليكة أنها ستسافر إلى باريس وعرضت عليه أن يرافقها، لم يتردد نبيل في قبول العرض. كل ما كان يهمه هو البقاء بالقرب من مليكة. سافروا إلى فرنسا، وبمجرد وصولهم إلى باريس بدأت مليكة تتحدث إلى نبيل عن موضوع مهم، لكنها لم تكن متأكدة إذا كان سيفهمها أم لا. رد عليها نبيل ببراءة قائلا: تحدثي بكل اللي تريدينه. قالت مليكة لنبيل: أنت عارف يا نبيل أنني يهودية مغربية، ولكن ولائي الأول والأخير هو لدولة إسرائيل. رغم أن نبيل كان معروفا بذكائه وفهمه، إلا أن جمال مليكة كان يشتت انتباهه ويعطل تفكيره. وللأسف لم يظهر نبيل أي رد فعل ملحوظ تجاه تصريحاتها، بل كان رده عاديا جدا، حيث قال لها: لا يهمني الدين أو الجنسية، كل ما يهمني هو وجودك وكونك بجانبي. عندما تأكدت مليكة من أن نبيل لم يشعر بالقلق من اعترافها، طمأنته قائلة: من الآن فصاعدا لا داعي لأن تقلق بشأن أي شيء. سأوفر لك هنا في باريس أفضل وظيفة براتب ممتاز. وضحت له أنها تمتلك شبكة علاقات واسعة في فرنسا، وأن لديها أصدقاء في شركات كبيرة وفي مناصب مهمة. وعدت بتعريفه على هؤلاء الأشخاص قريبا، وهو ما تحقق بالفعل. بدأ نبيل يقابل أصدقاء مليكة ويقضي الوقت معهم، وكان يتحدث بحرية عن كل ما يعرفه. كان يخبرهم عن أشخاص مهمين في منظمة الشعوب الأفرو أسيوية التي يعمل فيها، وكان يسرد لهم تفاصيل عن علاقاته بكبار المسؤولين في مصر. لم يكن يعلم أن كل ما يقوله كان يتم تسجيله بصوت وصورة من قبل الموساد الإسرائيلي، بالإضافة إلى التسجيلات التي كانت تتم في منزله بينه وبين مليكة. في أحد الأيام دخلت مليكة على نبيل وأخبرته بأنها حصلت له على وظيفة في شركة شحن جوي، وأنهم سيقابلون صاحب الشركة في اليوم التالي. ذهب نبيل ومليكة إلى مكتب صاحب الشركة الذي كان يدعى باسكنر. اتضح أن باسكنر كان ضابطاً في الموساد الإسرائيلي، وكان يراقب نبيل طوال الفترة الماضية في باريس. أخبرت ملكة نبيل أن باسكنر هو رجل أعمال إسرائيلي، وأوضحت أنه سيقوم بمساعدته في الفترة القادمة، وأنه سيكون له دور في شركته. بدأ باسكنر الذي كان في الواقع ضابطاً في الموساد يتحدث مع نبيل وكأنه صاحب الشركة، وبدأ يسأله عن طبيعة عمله في المنظمة التي كان يعمل بها في مصر. تدريجياً انتقل الحديث إلى مواضيع أخرى، مثل موقف العرب من إسرائيل، وبدأ يشرح لنبيه مدى حب إسرائيل للسلام وأهمية جهاز الموساد وقدرته الكبيرة، مع تسليط الضوء على كيفية حماية إسرائيل لعملائها في جميع أنحاء العالم. في نفس الوقت بدأ باسكنر يهدد نبيل بطريقة غير مباشرة، حيث قال له إن جهاز الموساد يحمي عملائه، لكنه في الوقت نفسه لا يتردد في استخدام المعلومات المسجلة ضدهم إذا فكروا في خيانته. فهم نبيل من خلال كلام باسكنر واللهجة التي يتحدث بها أنه يعطى له خياراً صريحاً: إما أن يكون معهم أو يواجه عواقب خطيرة. رد نبيل بلباقة قائلاً إنه يتعاطف مع دولة إسرائيل، وأن هذا التعاطف جاء من خلال قراءته في كتب التاريخ اليهودي. أضاف أيضاً أنه يركز على الجانب المالي، وأكد استعداده للعمل مع الموساد إذا كانت الشروط المالية جيدة. صدم هذا الرد باسكنر من صراحة نبيل، وأدرك أنه يتعامل مع شخص ذكي لا يضيع الوقت. بدأت الصداقة بين نبيل وباسكينر تنمو، وبدأوا يلتقون ويقضون الوقت معا. جاء اليوم الذي بدأوا فيه تدريب نبيلا على مهام مختلفة. كانت أولى المهام التي دربوه عليها
هي كيفية استدراج الأشخاص الذين يعملون في مراكز حساسة وجعلهم يتحدثون عن مواضيع مهمة مثل أسرار الدولة، وذلك باستخدام الهدايا والحفلات المشبوهة. تعلم نبيل أيضاً كيفية توفير النسخ طبق الأصل من محاضر جلسات منظمة الشعوب الأفرو آسيوية، إضافة إلى تدريبات على تحسين قدرته على حفظ المعلومات بسهولة بفضل الخبراء النفسيين. كما تدرب على قراءة الأوراق بالمقلوب من على مكاتب المسؤولين ومراقبة المواقع العسكرية التي تقع على الطريق بين القاهرة والسويس. وكان من الضروري تدريبهم على استخدام الحبر السري وإرسال التقارير المهمة إلى عنوانهم في باريس، والذي كان مقر المخابرات الإسرائيلية الموساد والمسؤول عن الجواسيس في الشرق الأوسط. بعد مرور عام على وجود الجاسوس نبيل النحاس في فرنسا، عاد إلى مصر في أواخر عام 1960، ومنذ وصوله إلى القاهرة لم يضيع وقتاً، وبدأ في نشاطه التجسسي من خلال عمله في المنظمة، مما أتاح له إرسال كمية ضخمة من المعلومات إلى إسرائيل، معلومات لم تكن إسرائيل تحلم يوماً بالحصول عليها. ومنذ ذلك الوقت أصبح الجاسوس نبيل النحاس واحداً من أهم جواسيس إسرائيل داخل مصر. في أوائل عام 1962 استدعاه الضابط الإسرائيلي باسكين إلى بيروت لتلقي تدريب جديد. كان هدف التدريب هو كيفية إطلاق الشائعات بين الناس وتخويف الشعب المصري من اليهود، ونشر حالة من الإحباط بين المصريين، خاصة بين الشباب. كانت أهم مرحلة في التدريب تتعلق بتعلم صنع المتفجرات وتفخيخ الرسائل والطرود، وكان الهدف من ذلك هو توجيه المتفجرات إلى مصر في الفترة المقبلة. وكان العميل الإسرائيلي المسؤول عن هذا هو يوهان وولف لودز، الذي كانت مهمته هي استهداف وقتل العلماء الألمان الذين كانوا يساعدون في تصنيع الصواريخ والطائرات الحربية المصرية. ورغم القبض على يوهان لودز لاحقاً، إلا أنه لم يعترف في التحقيقات بالجاسوس نبيل النحاس الذي استمر في تهديد وقتل العلماء الألمان، إضافة إلى إرسال الوثائق العسكرية الهامة إلى الموساد. وقد كانت هذه الوثائق من أهم أسباب نكسة 1967. في عام 1968 أفرجت مصر عن عميل الموساد يوهان وولف لودز في صفقة تبادل مع إسرائيل لتحرير عدد كبير من أسرى نكسة 1967. هذا جعل الجاسوس نبيل النحاس يثق أكثر في جهاز الموساد، لدرجة أنه طلب بنفسه من باسكين زيارة إسرائيل، وهو ما تحقق بالفعل. تم إعداد خطة لنقله إلى إسرائيل عبر بيروت ثم اليونان، حيث تسلم جواز سفر إسرائيلي باسم شاول يا أريف، ثم ركب طائرة إلى مطار بن غوريون. فور وصوله استقبله رئيس المخابرات الإسرائيلية تاسيفي زمير شخصياً، الذي رحب به بحرارة وقال له: أهلاً بك في وطنك إسرائيل. بعدها قابل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، التي سلمته مكافأة شخصية قيمتها 25,000 دولار أمريكي. لكن المكافأة الكبرى التي انتظرها نبيل النحاس كانت شخصية، وهي ملكة التي قضى معها 16 يوماً كاملين في الفيلا التي خصصت له في تل أبيب. بعد انتهاء هذه الفترة عاد نبيل النحاس إلى مصر لمتابعة عمله كالمعتاد. استمر في عمله لمدة 5 سنوات كاملة حتى اندلعت حرب أكتوبر عام 1973. في تلك الفترة أرسل الموساد برقية إلى الجاسوس نبيل النحاس يطلبون منه فيها التوجه إلى روما بأسرع وقت. وصل نبيل إلى روما، ولكنه فوجئ بضباط الموساد يتهمونه بالتقصير وبأنه كان سبباً في هزيمة إسرائيل، لدرجة أن تعنيفهم له جعل الجاسوس نبيل النحاس يخشى أن يتم الاستغناء عنه. بعد جلسة الإهانة والتوبيخ أخذوه إلى تل أبيب، حيث خضع لجهاز كشف الكذب للتأكد من أنه لم يكن لديه معلومات عن موعد الحرب، وخبأها عنهم. وبعد اجتيازه الاختبار عاد إلى مصر، ولكن هذه المرة كان عائداً مصمماً على العمل بجد وتفان حتى لا يتكرر ما حدث معه مرة أخرى. عاد نبيل إلى مصر وعاش حياته بشكل طبيعي، حتى جاء يوم أرسل فيه الموساد الإسرائيلي برقية يطلبون فيها معلومات دقيقة عن حركة ميناء الإسكندرية. استجاب نبيل بسرعة وركب سيارته متوجها إلى الميناء لمقابلة صديق قديم له كان يعمل في شركة ملاحية. ما أثار دهشة صديقه هو كمية الهدايا القيمة التي أحضرها نبيل، وهو تصرف غير معتاد من قبله، خاصة وأنه لم يكن قد رأى صديقه منذ فترة طويلة. هذا التصرف
جعل صديقه يشعر بوجود شيء غير طبيعي. وعندما بدأ نبيل في السؤال عن حركة الميناء، تصنع صديقه عدم المعرفة بما يسأله نبيل، وهو ما دفع نبيل إلى الإلحاح في الأسئلة. رد صديقه بأن المعلومات التي يسأل عنها ليست متاحة لديه، وادعى أنه لم يسمع عن أي تفاصيل تتعلق بالميناء. بعد أن غادر نبيل، قرر صديقه التوجه إلى القاهرة والإبلاغ عن الواقعة إلى جهاز المخابرات العامة، وبهذا بدأت المخابرات العامة في مراقبة نبيل النحاس عن كثب. خلال 10 أيام فقط جمعت المخابرات العامة جميع المعلومات اللازمة حول نبيل النحاس، وفي 14 من نوفمبر عام 1973 تم القبض على نبيل النحاس في منزله، حيث عثر رجال المخابرات على جميع أدوات التجسس التي كان يستخدمها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور العسكرية التي كان يخطط لإرسالها إلى الموساد. وبعد القبض عليه، تأكدت المخابرات من أن نبيل كان مدرباً على أعلى مستوى، مما دفعهم إلى تشكيل لجنة من أفضل رجال المخابرات المصرية للتعامل معه. تحت الضغط، اعترف نبيل النحاس بجميع الجرائم التي ارتكبها ضد مصر والشعب المصري، بما في ذلك خدمته لمدة 13 عاماً في خدمة دولة الاحتلال الصهيوني. ومع ذلك، ظل يتمنى أن يقوم الموساد بتبادل جواسيسه كما فعلوا مع الجاسوس يوهان لودز، لكن معظم الأسرة في السجون المصرية بعد حرب عام 1973 كانوا جنوداً إسرائيليين، مما جعل تبادل الجواسيس أقل أولوية من تبادل الجنود. في 28 من نوفمبر عام 1973، أي بعد 14 يوماً من القبض عليه، مثل الجاسوس نبيل النحاس أمام المحكمة العسكرية التي حكمت عليه بالإعدام شنقاً، وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد 5 أيام من النطق بالحكم. وبذلك انتهت رحلة الخائن نبيل النحاس إلى الأبد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم. إذا أعجبتكم القصة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا أردتم المزيد من القصص من هذا النوع، قومة بالكتابة في التعليقات. مع السلامة.